السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل عيلة في الدنيا كلها. طبعا بقى أول حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. أحلى طاسة كبدة هتعمليها تحفة. القلب والكبدة دي تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. طبعا أنا عندنا حد قريبنا يعني ذبح وراح باعت لي منها، بصراحة أنا ما اشتريتهاش، فلما جات لي قلت أعمل لكم الطريقة البسيطة السهلة دي. تمام، يلا بينا نشوف الطريقة بسرعة. أول حاجة إحنا بنجيب الكبدة ونقطعها كويس، هي بتكون عندك مثلا في الفريزر قبل ما تفك بنسبة 100%. أنت بتقطعيها وهي مجمدة شوية يعني عشان تعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها. تاني حاجة العروق زي اللي انت شايفاها بتشد دي، في أول حتة بتتقطع دي لازم تتشال لأنها هتبقى بتشد معاكي، هتبقى طعمها مش حلو خالص. وتاني حاجة الجلدة دي لازم تتشال لأنها بتبقى أولا مش لطيفة في الكبدة، ثانيا إن هي بتشد برضو وبيبقى مش حلوة، هي كده كده ملهاش لازمة غير إن هي بتشد وبس، ولا هتستوي ولا بيبقى ليها فايدة ولا طعم ولا أي حاجة. تاني حاجة يا جماعة الكبدة البلدي ما بتتغسلش، الكبدة البلدي ما بتتغسلش. الكبدة اللي بتتنقع بينقعوها في لبن وينقعوها في حاجات كده، ديت كبدة مستوردة مش كبدة بلدي، عشان بتبقى الزفارة بتاعتها عالية جدا جدا. انما الكبدة البلدي ما بيبقاش فيها زفارة، مسافة ما حطيت لها معلقة الخل والليمونة والتوابل بتاعتك انسي ان يطلع لها اي زفارة. طبعا سبحان الله، ربنا خلق لنا كل حاجة ليها حكمة. طبعا الكبدة دي ليها فايدة ان هي بتعالج الانيميا وبتعالج حاجات كتيرة جدا، وهي كمان مفيدة للجسم. تمام، الكبدة ما بتتغسلش حتى ولا القلب كمان. تمام. انا مؤخرا عرفت ان اللحمة ما بتتغسلش، ده مؤخرا بصراحة يعني ان ليها فايدة وانا ما كنتش اعرف. تمام، انما الكبدة والقلب انا اولا قطعت الكبدة، تمام، وكمان ده قلب طعمه حلو قوي قوي قوي، فطبعا انا قطعته هو كمان. وهتبل الكبده معاكم بطريقه بسيطه وسهله يا جماعه، ما تعقدوش الدنيا. والله العظيم الكبده اللي هي المستورده بس هي ديت اللي بتتغسل وبتتنقع في لبن عشان الزفاره بتاعتها بتبقى عاليه. اول حاجه انا حطيت كزبره ناشفه، شويه كمون، شويه فلفل اسمر. تمام. بعد كده بقى السبع بهارات وخلاص على كده، معلش قبل لبنها كان السبع بهارات والفلفل الاسمر. ده ازازه بتاعت زيت العافيه انا حاطه فيها خل تفاح على خل ابيض، الاتنين مع بعض بيعملوا مذاق وطعم حلو قوي قوي قوي. ما عندكيش طبعا خل تفاح حطي خل ابيض بس عادي. انسي بقى، الكبده ما بيبقاش ليها اي زفاره طبعا خالص. عايزه تاكلي الكبده زي بتاعه العربيات وهم بيغرقوها خل علشان خاطر يغطوا على الزفاره بتاعتها، انما الكبده البلدي احنا بنحط لها شويه خل، ده طبيعي كده وعادي، معلقه بس مش اكتر من كده. تمام. اول حاجه بقى يلا بينا كده نشوف هنعمل الكبده بتاعتنا ازاي. طبعا بعد ما احط كمان عليها ملح، لان القلب مش هينفع احط له ملح غير بعد ما يستوي، فبالتالي انا مش هحط مع الملح. وهرسه الشطه دي فيها توم، فانا مش بحط خلاص توم تاني، هي كده يا دوبك خلاص. ولعت بقى الطاسه بتاعتنا سخنيها كويس قوي، حطي شويه زيت حلوين ومحترمين كده عشان احنا بنحب نغمسه كده مع الكبده، بيبقى طعمه حلو قوي، مع نازل معاه كل السوائل بتاعه الكبده فبيبقى طعمه حلو قوي. حطي الكبده والقلب لوحدهم، تشوحيهم كويس قوي لحد ما يعتبر ان هم استووا، لان الكبده ما بتاخدش دقيقتين على النار. تمام. شوحي القلب، وانا حطيت فيه القلب بتاعه بالدهون بتاعته علشان بتدي طعم حلو للكبده. طبعا كل دوت كوليسترول عالي، بس هي مره بقى كل فين وفين لما بناكلها فعادي يعني. خلاص انا سويت القلب كويس قوي، هحط كمان عليه الفلفل عشان ابهره. تمام، مع القلب لان كده احنا بهرنا الكبده بكل حاجه فيها، انما القلب والفلفل ما تبهروش. سبع بهارات، فلفل اسمر، ملح، وكزبره ناشفه كده هننزل عليهم الكبده بتاعتنا. وانسي بقى، انت هتاخد لها تشويحتين 3 قوام كده استوت. الكبده سريعه جدا ما بتاخدش اي وقت على النار يا جماعه. وانسي بقى الطعم وانسي اي حاجه تانية، وبصي كلي احلى طاسه كبده بطريقه سهله وبسيطه ومش صعبه. واقول لكم في رعايه الله، مع الف سلامه، احلى عيله في الدنيا.